وحدة كوموندوس علي خوجة من الوحدات المتميزة في جيش التحرير الوطني، والتي كان لها دور بارز وفعال خلال الثورة. سجل الكوموندوس ضربات قوية ومزلزلة ضد الاستعمار الفرنسي على سجل خالد. إبان فترة الاستعمار ولد الشاب مصطفى خوجة وسط أسرة جزائرية متواضعة بحي بلكور في جانفيي عام 1933 بالوزداد حالياً. التحق بالمدرسة الابتدائية بحي بن عكنون ومارس مختلف أنواع الرياضات. في هذه الفترة لاحظ الفروق الاجتماعية بين الجزائري لانديجان والفرنسي الغازي الذي استولى على زمام الأمور. طفولة مصطفى خوجة تقول عنها عائلته: احنا في 4 أولاد و4 بنات. عدد الكامل 8. قعدوا فينا 6، 3 و3. الأخ استشهد وأخت قالنا هذه فاتحة، كان هي طلعت مع رجلها بالجبل، سيد زيرة عبد الكريم، وكانت استشهد معها. والآن على كل حال من بعد ما طلعنا لهنايا يسمى قعد يقرا، كان بابا الله يرحمه هو علمه العربيه بالاول، كان يحب قرينا العربيه، قرينا القران وخصاص هو اللي يعلمه الالف كما قال ابتدائي. ومن هذيك قرانا في المسجد نتاع الحومه نتاع بن عكنون حتى اسمه السيرتيفيكا ديالو، وطلع دخل من بعد الصنعاء. في 20 استدعي للخدمة العسكرية الإجبارية، وأعيد استدعاؤه سنة 53 إلى تكنة العتاد ببلكور ليتدرب على فنون الحرب وأساليب القتال واستعمال الأسلحة. تدرب وكله أمل للالتحاق بإخوانه في معاقل الثورة، إلى أن جاء اليوم ليفر بالأسلحة ويلتحق بصفوف الثورة المجيدة. خد السلاح كما قال كازيرلا وراح، قعدنا احنا مدهوشين. جوزنا عرس خويا ومرت خويا هاهم، جوزنا عرس وصباح العرس في الليل راح كما قال وسام فاتح، وصلوهم له حتى للبيس كما قالوا مدوهم له باش يدخل الكازيرلا. والصباح غد من داك تاع صباح العرس حتى صبحت عندنا لا جاندارمري وقالوا لنا وراه مصطفى خوجة دا سلاح كبير. جاب لنا غير زوج بندقيات من نوع 715. ايوا جاب بندقيه اسمها رشاشه يدويه، وجاب لا كارابين تاعو من نوع يو اس ام 1. جاب زوج صنادق تاع لي كروناد فيهم 27، وكاين 10 من هذو قنبلات يدويات كروناد تاع المركز. كان نقول واحد 1000 قرطاسه تاع السدكاز، وكانت عنده 6 شراجر في لاكارابين، وكان عنده قول واحد 300 رصاصه معها ولا 400. تميز علي خوجة بالمستوى العالي والتجربة العسكرية والتكتيك الجيد، وبعد التحاقه بتنظيم الثورة بالمنطقة الرابعة في أواخر 1955 أوكل إليه عمرو عمران قيادة فوج الجهة الشرقية لناحية باليسترو الأخضرية حالياً، وكانت عملية ربوة 616 أولى هجماته. جاهد بنفسه وبالجنود اللي كانوا معه، وكان صارما في الانضباط، وكل العمليات نتاعو ناجحة، حتى اللي لم تنجح لم يخسر فيها الجنود كثيرا. أذكر منها لومبيسكاد نتاع جراح، 32 جندي شاركت فيها، لي بريزوني اللي دارهم في عملية لاكوت 616. دينا الكا نتاع هذا الجيتون نتاع لاكوت 616 ما كانش كاين كوماندو، هو كان يمشي مع الجروبات ويشوف السياسي، خاطر الكوماندو لازم يكون فيه كلش، يشوف الانسان اللي يعرف البلاد، يشوف كلش.
اقترح علي خوجة على عمرو عمران تشكيل وحدة عسكرية تكون بمثابة مدرسة تأطير وتخريج إطارات عسكرية تتمثل في الكوموندوس، هدفها الاستيلاء على أسلحة العدو لحل مشكلة التسليح. في نهاية جوان 56 وضع شروط الانضمام للكوموندوس: القوة والشجاعة والتدريب الجيد والانضباط والتحلي بروح قتالية عالية والإيمان بتحرير الوطن من عبودية الاستعمار الغاشم. كان ما يعمل عملية وما ينطلق في عملية يحضرها تحضير اللي يضمن لها النجاح، وعندما يتحرك وحنا كيخلينا نحسوا باللي راه يوجد فيه عمليه. كان كي يخرج بالكتيبه اللي حنا كنا فيها، لان الكوموندوس علي خوجة تكون عده مرات بالعناصر اللي كانوا فيه والعناصر اللي خرجوا وراحوا ولايات الاخرى وبالافراح من مجموعات اخرى. يلحق وقت العمليه ننطلقوا ونمشيو معه قبل ما نوصلوا للمكان، سواء ننطلقوا في الليل باش هكذا نوصلوا الصباح ونوجدوا لومبيسكاد. هو يكون يضبط كلش، يجمع المجموعة ويدير توزيع المهام. في سبتمبر 56 اجتماع ترأسه قادة الولاية الرابعة خصص لتطبيق توصيات مؤتمر الصمام التاريخي، تم خلاله تحديد معالم الولاية الرابعة وتعيين القادة المسيرين. وأثناء هذا الاجتماع تم تعيين الشهيد سي علي خوجة قائداً للمنطقة الأولى بالولاية الرابعة. بفضل التنظيم المحكم والإيمان القاطع بحتمية دحر الاستعمار، تمكن الكوموندو علي خوجة من قيادة المنطقة الأولى بوزقزة، وواصل هو وكتيبته هجوماته واشتباكاته مع قوات العدو، واستطاع أن يضع قاعدة متينة. علي خوجة كان يخير الناس اللي ما يخافوش، اللي يضربوا رصاص. هذا المهم نتاعو. والدور نفسه نتاع هذا البلاص وهذا المكان اللي راكم تشوفوا فيه، هذه المنطقة هذه راهي في الجزائر، مقابلة الجزائر. وهنا كرطوشة في بالي، كرطوشة أنا هنايا تسوى يظهر لي كومبانية نتاع 500 ولا 600 كيلومتر بعيدة. ما كانش عملية ينطلق بها هكذاك ويهجم بها هكذاك، كأنها للناس يحسبوا باللي الحملة جات والسلام. يحضر مهام لكل واحد منا ويقول لواحد انت تضرب هك وانت تيري هك، انت حط الفيزي مترير هكذا ونطلقوا. ومن بعد يسقسي هل الواحد عنده راي، لكن كانت تكون خطرة الدور علاه كان هو اختياره الطريق التنظيم نتاعو. في 18 أكتوبر 56 900 وألف توجه الشهيد علي خوجة إلى برج البحري رفقة 6 من أعضاء الكوموندوس وعدد من جنود الناحية الذين يعرفون جيداً المسالك والدروب الوعرة، وذلك لتخطيط ودراسة المنطقة دراسة معمقة قصد القيام بهجوم على ثكنة عسكرية، إشعار العدو بأن العمليات العسكرية للثوار لم تعد تقتصر على الجبال، إنما تستهدف العدو في عقر داره. وحين وصوله إلى برج البحري انقسم المجاهدون إلى 3 أقسام. توجه الفوج الأول إلى منزل أحد المناضلين، وتوجه الفوج الثاني إلى مزرعة بن مرابط. أما الفوج الثالث فكان هدفه مزرعة عائلة بن ونيش. من كل جهة يعني حصرها، وكانوا استعملوا حتى الدبابات. وين وقعت المعركة يعني كانت حامية وحاسمة في نفس الوقت، والدليل على ذلك ها هم يعني الرصاص وين مازال موجود حتى للساعة الحاضرة. بقاو مشتبكين حوالي واحد ساعة ولا ساعة ونص، وين حتى استعملت بالمدافع والقنابل، يعني تقريبا حطمت هذا المزرعة، حتى وين كل المجاهدين استشهدوا إلى آخرهم، ومنهم الأخ سي علي خوجة. استشهد علي خوجة، واستمر الكوموندوس يحمل اسمه عاليا في الولاية الرابعة بكل قوة وصلابة، واستكمالا لثورة شعب تصدت للاستعمار في كل شبر
حتى الاستقلال.